لما بقول العين التالتة الناس بتفتكرها إنها كلمة مجازية أو شعوذة، بس الحقيقة إن العين التالتة ديت هي الاسم العلمي والبيولوجي المعترف بيه في مراجع علم الأعصاب وعلم الأجنة الأهم عضو في مركز دماغك الغدة الصنوبرية. المرة ديت أنا مش جاي أحكي لك القصة وبس، أنا جاي أقول لك الحقيقة اللي مخبيينها عنك في كتب الطب وإزاي تشغل العين دي تاني. لو فتحت أي مرجع طبي بيشرح تكوين الجنين في بطن أمه هتكتشف إن الغدة الصنوبرية ديت بتتكون من نفس الخلايا الجنينية اللي عيونك بتتعمل منها. ومش بس كده، دي عبارة عن تجويف مائي مبطن بخلايا اسمها بينالوسايتس. الخلايا دي في تركيبتها الهندسية وجيناتها مطابقة بنسبة 100% للخلايا المستقبلة للضوء اللي موجودة جوه شبكية عينك، يعني هي تشريحيا عين كاملة جوه دماغك. فهنا بيجي السؤال المنطقي اللي لازم تسأله لنفسك ولأي حد بيعارضك: ليه ربنا يحط خلايا رؤية متطورة في عضو مقفول عليه جوه دماغك؟ العين دي مخلوقة عشان تشوف ايه؟ انا حابب اقولك انها مش مخلوقة للضوء المادي، هي عبارة عن الهواء اللي ربنا حطه في دماغك عشان يستقبل الترددات والموجات الكهرومغناطيسية وشفرات الوعي والحدس اللي عيونك العادية ما بتبقاش شايفاها. دي البوابة اللي بتربط وعيك بالكون. وهيطلع لنا دلوقتي شخص ذكي خلق ليعترض بدون فهم، يقولك ايه بقى؟ يا عم المخ مقسوم نصين، فص شمال وفص يمين، واحد للمنطق وواحد للتحليل، والغدة ديت ملهاش علاقة بالوعي، والوعي الفائق دوت اصلا ملوش اثبات. فاحنا نقول له انت غلط ومعلوماتك قديمة، لانهم دايما بيغلطوا مهما حاولوا يكذبوا. المخ فعلا مقسوم نصين في كل اعضائه يمين وشمال ما عدا عضو واحد بس، العين التالتة، ودي قاعدة في النص زي المايسترو المسؤول عن حاجة في علم الاعصاب اسمها مزامنة موجات الدماغ بين الفص اليمين والفص الشمال. يعني من غير العين ديت الفصين بتوعك مش هيعرفوا يشتغلوا مع بعض، ووعيك هيبقى مشتت وعقلك دايما تعبان. اما بقى للي بيقول ان الوعي والطاقة مجرد كلام ما نقدرش نقيسه، تعالى يا حبيبي، احنا بنقيسه في المعامل وبأجهزة رسم المخ والرنين المغناطيسي بالملي. السائل المائي اللي جوه العين التالتة جواه بلورات وكريستالات كالسيوم صغيرة جدا. الكريستالات ديت في الفيزياء عندها خاصية اسمها بيزو الكتريسيتي، ودي نفس الخاصية بالظبط اللي بنصنع بيها الراديو والأقمار الصناعية والإنترنت وحاجات كتير قوي تخص الإشارات والموجات. الكريستالات ديت لما بتتعرض لضغط الشحنات العصبية بتتحول الموجات والترددات المغناطيسية لإشارات كهربائية يفهمها المخ. وده هتحسه في لحظات الإبداع في حياتك، لما يجيلك رؤية مرة واحدة، أو وانت قاعد ساكت وبتتخيل، أو لما تحس في حاجة قبل ما تحصل. كل ده العين التالتة اللي بتعمله، ده اتقاس في المعامل مش مجرد كلام. وكل دوت بيحصل عن طريق موجات جاما اللي فكرتها أصلا جابوها من دماغك. المخ البشري بنلاقيه فجأة أنتج أعلى ترددات موجية من أشعة جاما، وتردداتها بتكون أعلى من 40 هرتز. الأجهزة في المعامل رصدت إنه في لحظة انطلاق موجات جاما دي بيحصل تدفق للدم والطاقة المغناطيسية كبير جدا في مركز الدماغ بالظبط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني العين التالتة ديت هي الهاردوير اللي ربنا حطه في نص دماغك عشان يلقط الترددات والموجات. يعني عيونك العادية بتشوف المادة، لكن العين اللي في النص بتشوف الموجات وكل حاجة مش مادية حواليك. زي ما احنا بالظبط مش شايفين موجات الواي فاي بس الموبايل بيلقطها عادي. الغدة ديت هي اللي بتفتح وعيك على أبعاد بره الصندوق المادي المحدود بتاعنا. وهنا بقى بنوصل للمؤامرة اللي معمولة عليك وعليا من واحنا عيال صغيرة ومحدش واخد باله. في أواخر التسعينات في باحثة بريطانية اسمها الدكتور جينيفر لوك نشرت دراسة طبية قلبت الدنيا ومحدش عايزك تسمع الكلام دوت. الدكتورة لوك اكتشفت إن الغدة الصنوبرية هي العضو الوحيد في الدماغ اللي ما عندوش حاجز دموي يحميها. أي سموم بتجري في دمك الغدة ديت مكشوفة ليها ومفيش حاجة تحميها خالص. وأكتر مادة الغدة ديت بتلقطها زي المغناطيس هي الفلورايد، وده عبارة عن زبالة صناعية كلها سموم سامة جاية من بواقي مصانع السماد والألمونيا والحديد، لدرجة إنهم لو رموا البواقي دي في الأرض أو البحر دي جريمة بيئية، المصنع اللي يعملها يتقفل. فبدل ما يرموها ويبوظوا البيئة بقت تتباع بفلوس وتتحط في أكلك والخضار اللي بيتزرع والمبيدات الحشرية والمية ومعجون السنان وكل المشروبات الغازية اللي بتشربها، وكمان كل الزرع لأنها بتترش في الكيماويات وفي التربة. بس ما تخافش، كل دوت مش هيموتك، النظام عايزك عايش لكن وعيك ميت. لما الغدة ديت تتكلس وتتحول لحجر وعيك بيموت، وبدل ما تكون كائن بشري فائق عنده حدس وبصيرة وبتلقط اللعبة بتاعتهم وتفكر بره الصندوق، بتتحول لكائن مستهلك
بتبقى مطيع عايش في البعد المادي بس، كل همه ياكل ويشرب وينام ويخاف ويتابع هري الإعلام اللي بيوجهه زي ما هو عايز. طب نيجي لأهم سؤال، ازاي نكسر القفل دوت ونحرر دماغنا ووعينا من السجن الكيميائي والنظام ده؟ الموضوع مش مستحيل، بس هتبقى في حرب كل يوم. أول نقطة، ما ينفعش تبقى بتنظف بيتك وانت لسه بتدخل زبالة من الباب كل ثانية. المية يا إما تنسى مية الحنفية يا إما ركب فلتر يكون قوي جدا، والمية تتغلي قبل الشرب، بعد كده سقعها براحتك أو اعمل فيها اللي يعجبك. ولو هتشتري أي مية من بره تتأكد إنها مفيش فيها فلورايد، أو روح بقى احفر بير وعيش على المية الجوفية، دوت أحسن حل أصلا. نروح لرقم 2، معجون السنان يترمي، يا اما في انواع ما فيهاش فلورايد وتتاكد قبل ما تشتريها، او يا عم نضف سنانك بسواك او الفرشه وحط عليها شويه كربوناتو زي ما جدي وجدك كانوا بيعملوا زمان. مش تجيب لي زباله المصانع هي اللي هتحافظ على اسنانك. رقم 3، ودي النقطه الاهم، الصيام. اجدادنا زمان ما كانوش بياخدوا الصيام دوت كطقس بنعمله كده وخلاص، كانوا عارفين ان الصيام علميا بيدخل الجسم في حاله اسمها التآكل الذاتي. يعني لما بتصوم لفتره طويله او حتى صيام متقطع، خلايا جسمك بتبدا تاكل السموم اللي فيه وتكسر تراكمات المعادن الثقيله والتحجر الكيميائي اللي اتخزن جوه الغدد ديت على مدار السنين. فصوم زي جدودك القدماء اللي كانوا عارفين ربنا كويس وجالهم رسل وانبياء قبلنا بكتير قوي وفاهمين كل حاجه. رابع نقطة، امنع الأكل والمشروبات اللي كلمتك عليها خالص، وفي عنصرين مهمين قوي لازم يدخلوا جسمك، المغنيسيوم والخل والليمون. تجيبهم بقى من الملح العادي أو ملح الهيمالايا، خير ربنا كتير في الأرض، المهم يدخلوا جسمك. دول اعتبروهم مذيب طبيعي ربنا اداهولك ببلاش، وأعشاب البحر للآسيويين اللي عندهم وعي بياكلوها كل يوم، عشان كده محدش بيعرف يسيطر عليهم. امبراطورية ترتاريا عملت السور اللي بيسموه سور الصين العظيم عشان تحمي نفسها من الصين، وكمان دول آسيا كلها، لأنهم من زمان ما كانوش ناس سهلة خالص. بس ده مش موضوعنا دلوقتي، هعمل لك فيديو عنه بعدين. نيجي بقى للمصيبة اللي في ايدك. يا عم مش هقولك سيب الموبايل ولا ما تمسكوش خالص، بس ادي فرصة لعينك التالتة دي تشتغل، سيبه حتى ساعة واحدة قبل ما تنام. اقعد في الضلمة، فكر، حس بالهواء اللي داخل جسمك مع كل نفس. البلورات الكريستالية اللي جوه العين التالتة محتاجة طاقة، والتأمل والهدوء بيخلي مخك ينتج موجات جاما اللي بتضغط على الكريستالات ديت وتشغل عينك من تاني. فالعين ملهاش قيمة لو العقل أعمى يا صديقي. أشوفكم على خير، سلام.